انا كنت اتكلمت في الموضوع ده يا بنات، وفي ناس كتير زعلت مني. حط ايدك كده على الجرح عشان تعرفي تعرفي تعالجيه. دلوقتي يا بنات انا هعمل وجبة التوفير. الوجبة دي يا بنات لا تتخطى ال20 وانا هحرمهم علشان اوفر. ازاي يا حنان؟ هحسبها معاكم دلوقتي بالجنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ولو اول مرة تشوفيني انا حنان ودي قناتي، خدي لفة في القناة. لو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل لزر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وتنضمي لعيلتنا الصغيرة. ويلا بينا بسرعة على الفيديو. النهاردة معانا فيديو قنبلة التوفير. هتوفري يعني هتوفري بأقل من 20 و50 و100 جنيه. هتعملي وجبات مشبعة ومتنوعة ايا كان عدد افراد اسرتك كام، وايا كانت ميزانيتك يومية اسبوعية شهرية. هتوفري مبلغ محترم وبتكات حصرية بأمر الله هتفرق معاكي النص في الميزانية. وهقولك ازاي تعملي سندوتشات المدارس بالتفاصيل لحبايبي اللي طلبوها مني، وازاي توفري في فترة المدارس والدروس، وازاي تعدي الايام اللي جاية، وازاي تعدي اول ايام في الميزانية زي اخر ايام. وايه افضل ميزانية؟ ميزانية ال10 ايام ولا ال15 يوم ولا الميزانية الشهرية؟ هجاوب على كل اسئلتكم بالتفاصيل في الفيديو، بس نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا عليه كتير في التعليقات يا بنات. دلوقتي يا بنات التوم الجديد قرب يطلع. عندك اي كمية توم يا حبيبة قلبي ابدأي كده فصصيها وابدأي قشريها. كل يوم كده خصصي نص ساعة لتقشير التوم. ليني التوم كده من بالليل وابدأي كده تاني يوم فصصي. هتلاقي تفصيصه سهل جدا. الطريقة دي بسيطة جدا يا حبيبتي. طيب يا حنان التوم افرزه كده في التلاجة من تحت ولا احطه في الفريزر؟ بصي يا حبيبتي، لو عندك كمية كبيرة دلوقتي التوم هيبدأ يفضى، لا ابدأي كده فصصي كميات كبيرة وفرزيه في الفريزر. لكن لو عندك كمية صغيرة مثلا هتكمل معاكي اسبوع بس، لا حطيه في بطرمان وشيليه في الرف بتاع التلاجة او في باب التلاجة، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، قولوا امين. طيب بتفرزي التوم بتاعك في الفريزر ازاي بحيث ان هو يتحفظ معاكي؟ بصي يا حبيبتي، انا ببدأ كده افرم التوم. هتفرميه في الكبة، هتفرميها على يد الهون، وبعد كده يا حبيبتي هتضيفيله معلقة سكر، وهتضيفيله كمان معلقة زيت، وهتضيفيله معلقة خل، تمام، ومعلقه ملح، وتشيليه في اكياس كده وتبداي تبططيه وتحطيه في الفريزر بحيث ان انت لما تطلعي منه تكسري منه تكسير، ما تحتاجيش ان انت تفك الكيس كله. لان لو كيس الملح كيس التوم او بطرمان التوم فك كله هيبدا يبوظ معاكي بقى. كميه هتبدا تمرر ولونها هيبدا يغير. نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وجبه ال100 جنيه مفيش الكلام ده يا حنان. وازاي انت عدد افراد اسرتك 6 افراد والاكل ده بيكفيكي؟ والله يا حبيبه قلبي بيكفي، وبامر الله بامر الله هتلاقي عندي وعندك كل خير. بس احنا نبص كده على اللي بين ايدينا وربنا بامر الله هيكرمنا. عندي ب50 جنيه فراخ. هو في حاجه اسمها ب50 جنيه صدور فراخ؟ ايوه يا حبيبتي، لما انت تجيبي فرخه وتشيلي من الصدر حته صغيره، وكل فرخه تجيبيها وتشيلي من الصدر بتاعها حته صغيره، هتجمعيهم كده على بعض مش هيكملوا بامر الله 50 جنيه. يعني دي حته فرخه صغيره جدا. وبعد كده هبدأ افرم عليها بصلتين حلوين او 3 بصلات، وهبدأ كده ابدأ اشوحهم على النار اعصجهم. هعمل المكرونة بشاميل وهعملها بصدور الفراخ، هتكون احلى من اللحمة سعرها غالي ومش عارفة ادخلها البيت، مش مشكلة ابدا. قادرة اجيب نص كيلو لحمة في الشهر، والله برضو مش مشكلة ابدا. يعني دي مش شيء اساسي ولا شيء ضروري ان انت تدخليه البيت، ده لو انت ميزانيتك صغيرة يا حبيبتي. طيب جبت ب20 جنيه مكرونة وشلت منهم ب5، يعني ما عملتش كيلو مكرونه كله، ده كيلو الا ربع مكرونه، هنقول ب15 جنيه، ونقول ب50 جنيه فراخ ادي 65 جنيه، ونقول بصلايه للناس اللي بتحسب لي البصل والطماطم وبتقول لي يا حنان انت ما بتحسبيش البصل وما بتحسبيش الطماطم. طب هو في بيت يا بنات بيخلى من البصل والطماطم؟ طيب تعالوا نحسبهم. هنقول بصلايه مثلا ب2 جنيه ونص ربع كيلو، احسبي بقى معايا ادي كام؟ ادي وهنجيب نص كيلو لبن، هنقول مثلا عندك اللبن ب40 جنيه، هنقول ب20 جنيه، يبقى كده الاكله كلها على بعض
بعض يا حبيبة قلبي ما كملتش ال100 جنيه، والأسرة 6 أفراد، وبأمر الله هيفوض منها كمان لتاني يوم. البشاميل اللي بتعمليه ازاي يا حنان؟ هقولك على طريقة سهلة جدا وموفرة جدا، هتوفر عليكي وقت وهتوفر عليكي جهد. هتجيبي يا حبيبتي نص كيلو اللبن وتزودي عليه كمية المية اللي انت محتاجاها، وبعد كده تزودي عليه 4 معالق دقيق على البارد، لا من غير سمنة ولا من غير زيت ولا من غير اي حاجة، وتبدأي كده بالمضرب تضربيهم على النار شوية بشوية، هيعمل معاكي طبقة البشاميل اللي انت شايفاها دي زي الفل وميت فل وعشرة، وهتأدي الغرض وحلوة جدا وموفرة جدا في نفس الوقت. ولا احتاج اشوح سمنة على النار، ولا احتاج اشوح زيت على النار، ولا محتاجة اي حاجة. صينية المكرونة بشاميل علشان ما تهدرش معايا في الانبوبة، ببدأ اشغل عليها النار واشغلها على نار هادية على عين البوتاجاز، وبعد ما تبدأ تتكتك معايا بتاع 10 دقايق على عين البوتاجاز يا بنات، مش في الفرن. انا بستخدم انبوبة، والفرن بتهدر كمية غاز كبيرة جدا وبتسخن معايا المكان. يبقى ليه انا في غنى عن الكلام ده كله؟ بحطها على عين البوتاجاز 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده بس على نار هادية جدا، وبعد كده ما تبدأ تشكشك معايا ويبدأ الوش بتاعها يبدأ ينشف كده شوية، ببدأ ادخلها تحت الشواية. مش بتاخد تحت الشواية يا بنات 5 دقايق ولا 10 دقايق وهيكون وشها تقرمش وهتكون زي الفل. السمبوسة دي يا بنات انا عاملاها في البيت. السمبوسة دي بأقل من 20 جنيه، يعني انا جايبة نص كيلو من الدقيق، نص الكيلو دي هنقول ب10 جنيه يا بنات، تمام. نص كيلو دقيق، وجايبه مثلا نقول علبه جبنه صغيره هنقول ب15 جنيه، تمام. بس علبه الجبنه انا ما خدتهاش كلها، يعني انا الجبنه موجوده عندي في التلاجة، هنقول ب10 جنيه، ادي 20 جنيه. وعملت السمبوسه دي. السمبوسه هتروح تشتري لفه السمبوسه من بره هتلاقيها ب30 جنيه، وهتلاقيها اقل حاجه ب25 جنيه. انا معرفش سعرها كام لان انا بعملها في البيت. فانا عملت نص كيلو، عمل معايا كميه محترمه، وهعملها معاكم بامر الله. طيب انت كده مش حاسبه السمبوسه، انت حسبتي تكلفه المكرونه بشاميل بس، لاني انا لما بعمل لاولادي بعمل صينيه المكرونه بشاميل بس، مش بعمل اكتر من كده. الكاميرا ظالمه صينيه المكرونه ما شاء الله كيلو الا ربع، يعني حجمها كبير وحلوه جدا. بس انا كان عندي الدقيق فعملت لهم حبه السمبوسه دول مع حبه جبنه من السندوتشات بتاعه الولاد. عندك خضار، ضيفي خضار على الجبنه، ولكن انا ولادي ما بيحبوش الخضار كده ياكلوه مع الجبنه. فكده ده العشاء بتاعنا او الغدا بتاعنا، غدا موفر جدا ومشبع جدا وما تخطاش ال100 جنيه. سيبك من السمبوسه، اعتبري ان انا مش عامله السمبوسه خالص. لو مش عندك دي ما تعمليهاش، اعملي صينيه المكرونه دي مشبعه جدا. احنا بنحب ناكل المكرونه سخنه. طيب انت لحد دلوقتي ما قلتلناش ازاي نوفر في مصاريف المدارس وازاي نوفر في الميزانيه يا حنان. هقولك دلوقتي حالا يا حبيبه قلبي، الميزانيه بتاعتك ميزانيتك شهريه، ميزانيتك اسبوعيه، ميزانيتك يوميه. لازم تنظمي الميزانيه يا حبيبتي تنظيمه صح. يعني مثلا انا الميزانيه بتاعتي ايه اكتر بند بيهدر معايا او ايه اكتر حاجه بتهدر معايا في الميزانيه، وابدا اخد بالي منها واحط ايدي عليها. حط ايدك كده على الجرح عشان تعرفي تعالجيه. تمام يا بنات. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. هقول لكم دلوقتي هعمل ايه وبعد كده نكمل باقي الكلام. دلوقتي يا بنات انا هعمل وجبة التوفير. الوجبة دي يا بنات لا تتخطى 20 جنيه. ازاي يا حنان؟ هحسبها معاكم دلوقتي بالجنيه. دلوقتي معايا نص كيلو دقيق، تمام، وعندي ميه موجوده في الحنفيه مش هحسبها اكيد، وعندي رشه ملح موجوده في كل بيت. دقيق وملح وميه، وهعجن عجينه متماسكه. مش هطول في العجن بتاعها، حبايبي اللي بيقولوا لي ايديا بتوجعنا من العجن هتكلم معاكم برضو عن الموضوع ده وهقول لكم تعملوا ايه. وهعجن فيها ما نقولش 5 دقايق، يعني اقل من 5 دقايق كمان. واجيب بصلايه، البصلايه دي هنقول ب5 جنيه، ربع كيلو بصل، بس مش هتعمل ربع كيلو، بس نقول ب5 جنيه. وعندي حبه زيت من الزيت بتاع التموين، سامعيني؟ الزيت بتاع التموين زيت عادي. وبعد كده هنزل بالبصلايه مش اكتر من كده، وهبدا اشوحها على النار لحد ما تاخد معايا لون غامق. وهعمل الوجبه دي شبه كده الرز الصياديه، بس هعملها بالعجين وهتبقى مشبعه وحلوه جدا. طيب ده هينفع لاولادك وهيشبعهم، والله بيشبعهم وهيكون 100 فل و10. بس تابعي الوصفه للنهايه واعتمديها. لو اخر الاسبوع عملتي الوصفه دي بنص كيلو دقيق كده ب10 جنيه، عندك بصلايه، والله هتملى بيتك خير. لو اخر الشهر عملتي الوجبه دي هتبقى حلوه جدا. لو ميزانيتك كل 10 ايام وعملتي الوجبه دي هتبقى 100 فل و10.
تمام، سبت العجينه استريحت، وبعد كده هبدا افردها بالطريقه دي. نرجع بقى لموضوع ايه، لموضوع الميزانيه، وموضوع احنا حطينا ايدنا ايه، حطينا ايدنا على الجرح. طيب اكتر حاجه بتاخد معايا في مصاريف الميزانيه او في الميزانيه بتاعتي هي بند اللحوم. ان انا بحتاج ان انا اشتري لحمه كل يوم والتاني، بحتاج ان انا اشتري فراخ كل يوم والتاني. طب انا مش هينفع ان انا اجوع ولادي، هو انا هحرمهم علشان اوفر؟ لا، انت مش هتحرميهم عشان توفري، انت هتحرميهم عشان تكفي بيتك، انت هتحرميهم عشان تكفي ولادك، انت هتحرميهم علشان تكفيهم، علشان ما يحتاجوش لاي حد ولا انت تحتاجي لاي حد. وده مش حرمان ولا حاجه، احنا هنمشيها مثلا يومين اكل ورديحي ويوم اكلة لحوم، تمام، نخفف اللحوم. طيب لا، انا مش اكتر بند بياخد معايا حنان بند اللحوم، انا عارفه اصرف نفسي في اللحوم كويس. انا اكتر بند بياخد معايا وهو بند الخزين. يبقى يا حبيبتي تدوري على حد بيبيع بسعر الجمله، وده اللي بقوله لكم على طول. اسالي ودوري، حتى لو بعدتي عن المنطقه اللي انت فيها او عن بيتك شويه، ابعدي واسالي، هات الحاجات بتاعتك سايبه، وبطلي الشركات، بطلي تمشي مع حد تكون ميزانيته اعلى من ميزانيتك يقولك تعالي نشتري دي، فانت بالتالي تتحرجي وتروحي وتشتري. بطلي النزول والطلوع الكتير، هاتي الحاجة اللي تناسب الميزانية بتاعتك وبس. هاتي الأساسياتك بس في الخزين، رز، شعرية، مكرونة، زيت، سكر، بس. والله قادرة اجيب كيلو دقيق هجيب كيلو دقيق، قادرة اجيب مش عارفة ايه، اجيب الاساسيات الاول، وبعد كده ادور على ايه، ادور على باقي الحاجات اللي هتكمل معايا الوجبات بتاعة الشهر. واحاول اجيب الحاجه بتاعتي سايبه واجيبها من عند عطار. الحاجه هتفرق معاكي النص، صدقيني، جربي جربي واسالي. بطلي تروحي السوبر ماركت، بطلي تروحي الهايبر ماركت، احيانا بتكون في عروض حلوه في الهايبر، ولكن بتكون في عروض ضخمه وعليها خصومات، فبتروحي تشتري الحاجه اللي عليها خصومات وتشتريها بكميات، فبتهدر معاكي في الميزانيه، وبتشتري حاجات وبتركنيها عندك في دولاب الخزين. تمام، حاولي تمشي امورك في بند الخزين. لا، انا اكتر بند بياخد معايا بند المنظفات، انا واخدها لكم اهو بالتدريج. طيب لا، انا بالمنظفات اجيب المنظفات بتاعتي سايبه، بلاش الجراكن او الجرادل بتاعه صابون المواعين، اجيب الصابون بتاعي سايب. في ايه المشكله؟ والله بيكون حلو جدا، جربي ودوري واسالي هتلاقي كتير. اجيب الكلور بتاعي سايب، اجيب المسحوق بتاع الغساله، لا انا مش هينفع ان انا اجيب مسحوق غسيل يكون نوعه رخيص ابدا، لا لا لا، ما ينفعش، هدوم ولادي مش هتطلع نظيفه. مين قالك كده؟ والله ابدا، في انواع حلوه جدا، وانا جربت معاكم كذا نوع. شوف المشتريات بتاعتي بتاعت الشهر، انا مجربه معاكم كذا نوع، وانا عندي الغساله بتاعتي فوق اوتوماتيك، والهدوم بتطلع ما شاء الله زي الفل. فجربي الحاجات دي، هي اللي هتوفر معاكي، هي اللي هتستر بيتك، هي اللي هتملى بيتك خير. وكده يا بنات انا زودت البصله معايا بعد ما احمرت كميه الميه اللي انا محتاجاها، وبدات اقطع كده الفطير على شبه الاندومي وشبه المكرونه الاسباجيتي. صدقيني اعمليها، هتلاقي اولادك كده بيفرحوا بيها، هتلاقي اولادك بيتبسطوا بيها. الاكله دي اسمها ايه؟ الاكله دي اسمها رشده، بس بتستبدل البصل ده بعدس، بتسوي حبه عدس وتزودهم شوربه، وبعد كده تزود باقي كميه ايه، العجين زي ما انتم شايفين كده، او باقي كميه الرشده تزودها وتسيبها لحد ايه، لحد ما تستوي معاك على النار. بصي، اول ما تحطي العجينه على البصله ما تحركهاش، لانك لو حركتيها هتبدا تعجن معاكي. سيبيها بتاع 5 دقايق، وبعد كده ابداي حركيها بمعلقه، فلفتيها كده ايه من بعضها. اي حته هتحسيها ان هي مكلكعه خديها في الحرف بتاع الحله بالمعلقه كده، في الحواف بتاع الحله، وابداها عصريها، هتلاقيها اتفكفكت كلها من بعضها. سيبيها على النار تغلي بتاع 15 دقيقه او ايه ربع ساعه، علشان تبدا تستوي العجينه كلها معاكي. بتكون حلوه جدا، والاكله دي بتتاكل سخنه زي ما انتم شايفين كده، وبتكون مشبعه جدا. والله فطار غدا عشاء مش هتقولك لا ابدا. حابه تحمري جنبهم حبه بطاطس، حابه تخرطي جنبهم حبه بتنجان وتقليهم، تعملوا بتنجان مخلل، تشوي بتنجانيه على النار، حابه ان انت تعملي جنبهم حبه طماطم وحبه خيار زي ما انت شايفه كده. والله بصي، حله وهتتملي وهتملى بيتك خير وهتغرق بيتك، وباقل من 20 جنيه، واديني حسبت لكم ايه الحسبه كلها. نروح بعد كده لسندوتشات المدارس، والناس اللي طلبت مني سندوتشات المدارس والباتيه اللي كنت عاملاها معاكم دلوقتي هعمله معاكم بالتفاصيل. عندنا ميه دافيه يا بنات، ميه دافيه مش ميه سخنه. هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بمعلقتين من الخميره الفوريه. الخميره دي انا جايباها من عند عطار، جايبه ب 10 جنيه خميره، عاملين معاها 4 اكياس قد حجم 4 اكياس من اللي بشتريهم، وب5 جنيه يا بنات. هو ده التوفير، وفري في الحاجات دي. ومعايا 4 معالق
من اللبن البودر. مش حابه ان انت تحطي 4 معالق من اللبن البودر، عندك رايب، عندك لبن سايب حطي، ما عندكيش لبن خالص وحابه تعمليها بميه بس حطي. وحطيت كمان معلقتين سكر، وحطيت معلقه ملح، معلقتين سكر كبار يا بنات ومعلقتين ملح وميه دافيه، وابدا ازود الكميه بتاعتي تدريجيا. ونسيت اقولك شيلي اي كميه دي على جنب، لما تكوني بتعملي معجنات شيلي اي كميه دي كده على جنب، علشان العجينه لو طريت معاكي ابداي زودي دقيق وامسكي العجينه كمان مره عشان ما تسحش منك وما تسيبش منك، خصوصا لو انت يا حبيبه قلبي لسه جديده في الموضوع ده ولسه بتجربي معجنات. انا لحد دلوقتي بعمل كده، بشيل كميه دي كده على جنب. تمام، لو العجينه طريت معايا او كميه الميه زادت معايا او اصلا الدقيق بتاعي سايب ملهوش عرق، ببدا انجده بحبه دقيق وازود حبه دقيق كده، وابدا امسك العجينه بيه. بعجن العجينه بتاعتي، بعجنها عجنه حلوه. طيب يا حنان انا ايديا بتوجعني من العجين وما اقدرش اعجن فتره طويله. بصي يا حبيبتي، ريحي واستريحي. يعني ايه؟ يعني ريحي العجينه 5 دقايق وريحي ايدك كمان وارجعي عليها كمان 5 دقايق. ريحي العجينة 10 دقايق وارجعي اعجني فيها 10 دقايق. ريحيها 5 وسيبيها ربع ساعة. والله لما تريحيها هي العجينة هتستريح وايدك هتستريح. يعني ايه العجينة هتستريح؟ يعني العجينة هتبدأ تشد معاكي كأنك كأنك عجنتي فيها ربع ساعة، دي هتبدأ تربي معاكي عرق. وبعد كده يا بنات بجيب 3 معالق من الزيت، عندك زيت عندك سمنه اي ماده دهنيه حطيها، وببدا الم بيها العجينه في الاخر. طيب ما ممكن الزيت يا حنان نحطه في الاول؟ انا بحب احطه في الاخر لانه بيلم العجينه من ايدي ومن الحاجه اللي انا بعجن فيها. زي ما انتم شايفين ايدي نطفت والعجينه نفسها بدات تلم وبدات تتشرب معايا. بنزلها كده على الرخامه واخد ودي فيها لحد ما تبدا تنعم معاها خالص. زي ما قلت لك انت مش مضطره ان انت تفضلي تعجني فيها نص ساعه، انت ممكن النص ساعه دي تسيبيها 5 دقايق او تسيبيها 10 دقايق وتعجني فيها بس 5 دقايق. وبعد كده هدهن الحاجة اللي انا هخمر فيها دهنة زيت او ما اي مادة دهنية، وادهن الوش بتاعها برضو دهنة حلوة. وبعد كده ابدأ اغطيها واسيبها على جنب تخمر. تخمر يعني تخمر يعني تملى الصينية او تملى الصاجة او تملى اي حاجة انا بخمر فيها، تملاها للاخر. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله العجينة خمرت وبقت زي الفل. تمام يا بنات، نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. كمية الدقيق يا حنان اللي انت عجنتيها قد ايه؟ دول يا بنات حوالي 1.5 كيلو او 1.6 كيلو. تمام، يعني 2 كيلو الا. تمام يا بنات، خدوا معاكي قد ايه ميه؟ خدوا معايا حوالي 3 كوبايات ميه من الكوبايه بتاعه العصير. 3 كوبايات ميه، وانت كمان زودي كميه الميه بالراحه. طيب انا اول مره اعجن واول مره اجربها، احاول اخلي العجينه متماسكه عن كده شويه. يعني ممكن اقلل في كميه الميه واقلل برضو كميه الدقيق. يعني بعجن اول مره وبجرب اول مره اجرب في نص كيلو بس، اجرب في كيلو الا ربع مثلا، ما اعملش كميه كبيره. عندي فرن البوتاجاز وحالتها على قدها ونارها على قدها، اعمل نص كيلو ما زودش عنه، لانها لو خمرت والخمران بتاعها باظ او الخمر بتاعها زاد هتبدا تبوظ معاكي وهتبدا تفرش معاكي في الصاج. طيب الحشو بتاعنا يا بنات بيكون جبنه، اي نوع جبنه بتحبيه. حابه ان انت تضيفي لانشون مع اني ما بحبش ادخل اللانشون الفرن، حابه تضيفي اي حاجه بس ما يكونش فيها ميه. تمام، باخد اول فطرتين او اول كورتين كورتهم، ما بسيبش الكور تخمر كمان مره، هي الكور بتخمر كده كده لوحدها وانت بتفردي. باخد اول كورتين كورتهم وببدا ببدا افردهم زي ما انتوا شايفين كده، احط رشه خفيفه ما بين الكره والتانيه وافردهم على بعض علشان الكورتين يكونوا قد بعض، رشه دقيق خفيفه، واعمل نفس الخطوه وابدا احط الكورتين على بعض او الفطرتين على بعض، وابدا احط الحشو بتاعي يكون مناسب على حجم الفطيره، لا هو ازود ولا هو اقل. وبعد ما انتوا شايفين كده انا بفتحه بالسكينه قبلها، وبعد كده بزود عليه فتحات كباب لما بحس ان الفتحات بدأت تقفل على بعضها في وقت ما بساوي العجينة. تمام، العجينة دي بتبدأ تخمر معاكي وانت بتشكلي فيها. يعني اول صاجة بعد ما بخلص كل الكمية بحس انها خلاص بدأت ترفع معايا وبدأت تخمر ما شاء الله. في الشتاء ممكن يطول معاكي الخمر شوية، يعني ممكن تسيبيه بعد ما تشكليه نقول 10 دقايق مش اكتر من كده، لان العجينة دي سريعة جدا جدا يا بنات. وبعد كده ببدأ اسخنه فرن البوتاجاز، وهقولك دلوقتي على التسوية.
طيب بالنسبة لمصاريف الولاد يا حنان ما كلمتناش عنها، وبالنسبة لمصاريف الدروس نوفر منها ازاي؟ انا كنت اتكلمت في الموضوع ده يا بنات، وفي ناس كتير زعلت مني، في ناس كتير بتقولي لا ده حرمان. بص يا بنات، احنا بنعمل الحاجات دي وبنعملها سندوتشات للولاد، هما كده كده بياخدوا فطار اهو الفطار بتاعهم. تمام. اي خضار عندي بقى بدلهم منه، اي خضار عندي بدلهم منه، عندي خيار، عندي مثلا جزر، حابين الجزر حابين الخيار بدلهم معاهم. تمام. لكن انا بمشي يوم مصروف ويوم لا، ده لو انا ميزانيتي مش سامحه وميزانيتي صغيره ونفسي اوفر الايام. بجيب حبة فشار في الخزين بتاعي، بعمل حبة فشار بديلهم كل واحد كيس على السندوتشات، على حبة خضار عندي من البيت، او مثلا عندي ايه، عندي جوافية بعمل لهم حبة عصير وبديلهم معاهم وهم رايحين المدرسة. تمام. بمشيها يوم مصاريف ويوم لا، ده بيوفر عليا كتير جدا. او بمشيها يوم مصاريف تقيلة، يعني وبعد مثلا كده يا ممكن بنات يوم بنشغل اديلهم عليه كل واحد الشوايه 10، في اخر كام وممكن اليوم دقيقه، وبعد التاني كده اديلهم هيبدا كل يحمر واحد معايا زي ما انتوا 5 جنيه. شايفين كده. ده فرن ده البوتاجاز كمان مع عندك ما ايه، مع بتشتغلش الاتنين السندوتشات مع بعض بتاعت يا حبيبه البيت. قلبي. لان شغلي في ناس الفرن كانت وسخنيها بعتت لي كويس من وبتقول لي تحت، يا حنان وبعد كده مش ارجعي هينفع ايه، ان انت ولادك ارجعي يكونوا شغلي الشوايه صايمين بعد ما ليله يحمر معاكي بحالها، من ده تحت 5 دقايق. الطفل بينام وده سبع كده 8 كان ساعات الفيديو وبيقوم بتاعنا، جعان، اتمنى بتديه الفيديو يكون ازاي عجبكم. لو يوم عجبك اقتصادي من غير الفيديو ما مصاريف؟ ما تنسيش انا ما بدي الاشتراك واللايك مصاريف، ما وتفعيل زر بديش الجرس مصاريف، بس علشان بدي توصلك كل سندوتشات وبدي الفيديوهات يا حبيبه الجديدة قلبي عندي حاجات بأمر من الله. البيت. وما بدي حته تنسيش تعليق كيكه، حلو بدي منك مثلا بيكبر حبه بخاطري، فشار، ربنا بدي يكبر حبه بخواطرنا عصير، بدي كلنا، قولوا فاكهايه، آمين. بدي دمتم نعمة في خيارايه، حياتي، بدي اي نوع والسلام خضار عليكم بكون ورحمة جايباه الله معاه. وبركاته. تمام. او جايباه ليا انا في البيت. شايفين يا بنات، ده الفطير بعد ما عملته، او ده الباتيه بيكون حلو جدا جدا يا بنات. بدخله على الفرن، فرن البوتاجاز بتكون نارها عاليه من تحت، ما بشغلش الشوايه غير